الجن. الجن مخلوقات ربنا خلقها من نار. وجودهم حقيقي ومذكور في القرآن والسنة، مش خرافات زي ما بعض الناس بتفتكر. ليهم عالمهم الخاص، عايشين حوالينا، وفي منهم الصالح والمؤمن، وفي منهم الكافر والشيطان. زي ما في بشر بيعبدوا ربنا وفي اللي بيعصوه، الجن برضو كده. الرجاء الإعجاب والاشتراك بالقناة، هذا يساعدنا على تقديم كل ما هو جديد. السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. معانا النهاردة قصة جديدة، قصة عفاريت الإنترنت، تأليف محمد نصر. أنا إياد، أنا مدمن نت. الموبايل في إيدي 24 ساعة، والكمبيوتر مفتوح قدامي ليل ونهار. كنت فاكر إن الدنيا مجرد تكنولوجيا، علم وشبكات، لكن اللي شفته خلاني أؤمن إن الكلام اللي كنت بضحك عليه زمان كان كله حقيقي. أبويا الحاج محمود كان دايما يقولي: يا ابني، النت ده مش زي ما انت فاكر، ده عالم مليان عفاريت. كل زرار بتدوس عليه بيفتح باب، وكل كلمة بتكتبها في حد تاني غيرك بيشوفها. وأنا كنت بضحك وأقول له: يا بابا، الكلام ده زمان، إحنا دلوقتي في عصر النت. بس في ليلة حياتي فيها اتشقلبت، ليلة عمري ما انساها. كانت الساعة 3 الفجر، قاعد في الأوضة، النور مطفي، بس شاشة الكمبيوتر كانت منورة. وفجأة النت فصل، الشاشة اسودت. كنت لسه بقول ايه ده، لقيت وش ظاهر في الشاشة، وش مرعب. العينين سودة زي الفحم، والبق كبير مغطي نص الشاشة. الكيبورد بدأ يكتب لوحده، بدأ يكتب: انت جيت لعالمنا ومش هتعرف ترجع تاني. ساعتها جسمي اتشل حرفيا، رجلي اتمسمرت في الأرض، والكرسي كأنه اتثبت. وبدأت أسمع همسات، مش همسة واحدة، دي كانت عشرات الأصوات. رجالة بتضحك، ستات بتعيط، أطفال بتصرخ. الأصوات كلها جاية من سماعة الكمبيوتر. وسمعت صوت واحد فيهم، صوت تخين غريب، قال لي: فاكر نفسك بتتفرج علينا؟ لا، احنا اللي بنتفرج عليك من زمان. كل مرة سهرت، كل مرة عينك وجعتك، كنا معاك. دلوقتي جه دورك تيجي عندنا. قلبي كان هينط من صدري. حاولت أقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بس بقي مش طالع منه صوت، صوتي مكتوم. الأوضة بقت غرقانة في الضلمة، ما عدا الشاشة هي اللي منورة بنور أحمر زي الدم. وفجأة حاجة طلعت منها، إيد طويلة سودة، عظمها باين، ضوافرها عاملة زي السكاكين. الإيد مسكت دراعي بقوة وسحبتني ناحية الشاشة. صرخت، حسيت إني بتسحب،
نص جسمي دخل جوه الشاشة والبرد بيقطع عروقي. شفت عالم عمري ما كنت أتخيله. الإيد السودة دي شدتني أكتر، حسيت إن جلدي بيتسلخ. نص جسمي التاني عدى من الشاشة ولقيت نفسي واقف في ممر طويل، ممر مش زي أي مكان شفته قبل كده. الحيطان كانت عاملة زي لحم حي يتحرك ويتنفس، الدم بينقط منها على الأرض، والريحة ريحة صدى وعفن. الأرضية كانت سودة بس مليانة خطوط حمرا بتنور وتطفي. وفجأة سمعت ضحكة مرعبة. بصيت لورا لقيت كائن واقف، وشه مش وش بني آدم، عيونه كتير موزعة في كل مكان في وشه، وبقه مفتوح قوي مليان صفوف أسنان مش صف واحد. قال لي: أهلا بك يا إياد، من زمان وإحنا مستنينك. بدأت أسمع صريخ جاي من كل الاتجاهات. بصيت لقيت ناس كتير مربوطين بسلاسل قاعدين قدام شاشات كبيرة، كل واحد فيهم عينه مفتوحة بالعافية ومجبر إنه يبص على الشاشة من غير ما يرمش. واحد فيهم شافني حاول يمد ايده ناحيتي، معرفش، بس قال لي كلمة: ارجع. بس الايد اللي كانت مسكاني شدتني اكتر، ودتني جوه الممر. لقيت ابواب كتير على الجنبين، كل باب مكتوب عليه كلمة غريبة بس عقلي كان بيفهمها. باب مكتوب عليه الحجب، وباب تاني الطمع، وباب تالت النسيان. ورا الأبواب دي كانت ناس بتصرخ، ناس بتضحك بجنون، وناس بتنادي بأسامي مش مفهومة. الإيد فتحت لي باب واحد منهم، الباب كان مكتوب عليه السهر. دخلت لقيت قاعة ضخمة، الناس قاعدين صفوف ورا بعض، كلهم ماسكين موبايلات، عيونهم مفتوحة على وسعها، بيضحكوا ضحك هستيري من غير ما يرمشوا ولا ثانية. عيونهم كانت حمرة مخرجة دموع دم. واحد فيهم بص وقال لي: كنا زيك فاكرين إننا بنسهر عادي، بس هما اللي كانوا بيسهرونا. الإيد سحبتني بسرعة، كنت خلاص هتربط هقى واحد من اللي مربوطين قدام الشاشات. واللحظة دي بالضبط الباب ورايا اتفتح بعنف، ونور أبيض دخل المكان كله. كان صوت أبويا اللي رجعني، صوت القرآن كان بيحرق الممر والحيطان. كل العيون اللي في الوشوش بدأت تنفجر، الأصوات سكتت، والإيد سابتني ورجعت جوه الشاشة. رجعت فوق الكرسي، نص مبلول عرق ونص التاني متشوه بخطوط حمرا زي الحروب. جسمي كان بيترعش، عيني دموعها نازلة من غير ما أحس. بصيت لأبويا وهو واقف ماسك المصحف ووشه كله غضب وحزن. قال لي: شايف يا إياد، قلتلك قبل كده النت ده مش مجرد أسلاك وضوء، ده عالم مفتوح فيه عفاريت متسابة لحد النهاردة، واللي يفتح باب من غير ذكر يتخطف. وقال لي: سيدنا سليمان عليه السلام ربنا عطاه ملك محدش خد زيه، ربنا فضله بيه، سخر له الجن كانوا بيشتغلوا تحت أمره، يبنوا له قصور، يعملوا له تماثيل كبيرة، يغوصوا في البحر ويجيبوا له كنوز. وقصته يا ابني مع الجن معروفة، إنه لما مات كان واقف ساند على عصايته، والجن كانوا فاكرين إنه عايش وبيشوفهم، فضلوا يشتغلوا
ولما جت دودة صغيرة أكلت العصاية جسمه وقع، وساعتها بس عرف إنه مات. يا ابني، الجن ده حقيقة في حياتنا ولازم نصدقها. وأنا من اليوم ده حياتي اتغيرت، ما بقتش أقعد بالساعات قدام الشاشة زي زمان. بفتح النت بحذر، وبكل ضغطة زرار بقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء. عارف ليه؟ لأني شفت بعيني، شفت ازاي العالم ده مليان أبواب، أبواب ما بتتقفلش، وأنا مش عايز أبقى واحد من اللي بيتسحبوا للناحية التانية. الرجاء الإعجاب والاشتراك بالقناة، هذا يساعدنا على تقديم كل ما هو جديد.